ها بقى يا بابا، ايه الخلاصة اللي انت بتقول عليها دي؟ انا هلخصها لك في 8 نقط، بس خليني الاول اسالك ايه اكتر سؤال بيجي في بالك؟ واحنا ليه عايشين في الدنيا دي؟ خلينا نجمع فلوس ولا نبقى مشاهير ولا ايه بالظبط؟ طيب بص، ده سؤال حلو قوي وانا كنت بفكر فيه وانا في سنك، وهتلاقي الجيل كله اللي في سنك ممكن يكون بيفكر فيه. بص يا حبيبي، ربنا خلقنا الهدف الرئيسي اللي ربنا خلقنا ليه ان احنا نعبده. ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس هنا في سؤال عشان برضو الموضوع ما يروحش في اتجاه كده ولا كده. العبادة أصلا بتبقى إزاي؟ هل أصوم وأصلي وأزكي والفرائض اللي أنت طبعا أكيد عارفها، ولا في أشكال تانية للعبادة؟ ممكن توضح لي اكتر؟ بص يا حبيبي، إحنا وجودنا في الدنيا دي عمره ما كان صدفة، والعبادة هبدأ أوضحها لك في النقط التانية. بس خلينا النهاردة بشكل موجز أفهمك إن ربنا خلقنا في الدنيا علشان في آخرة، وده مش معناه ان انا اسيب الدنيا، لا. ربنا قال في القرآن وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني ربنا بيقول ما تنساش الاخرة، وطبعا الهدف بتاعك الرئيسي هو الاخرة، ولكن ما تنساش نصيبك من الدنيا. السر كله في الجزء دوت هو التوازن، ان انت تبقى عايش في الدنيا عندك طموح، شخص عايز يبقى ناجح، عايز يحقق أهدافه، بس النجاح والهدف الرئيسي من كل دوت النتيجة بتاعته إن أنت تبقى محقق حاجة قوية أوي في الدنيا، وفي نفس الوقت تبقى وسيلة رئيسية هتوصلك للجنة في الآخر. تبقى أنت طموح، لكن الطموح الأكبر ليك هو الجنة، وإن أنت تعيش حياتك بس تخلي دايما في اعتبارك إن الدنيا دي رحلة قصيرة بتحقق فيها نجاح كبير وبتحقق فيها ذاتك، لكن النجاح الأكبر إن اللي إحنا بنقوله دوت يوصلك للجنة. طب هو في حد اتكلم عن الموضوع ده؟ بصوا، مفيش أحسن من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل. يعني إيه؟ يعني أنت عيش في الدنيا وانجح واكبر وكل حاجة، لكن خلي دايما في اعتبارك إن الدنيا ديت رحلتها قصيرة. يعني ما تتعلقش بالدنيا كأنها بيتك الدائم، بيتك اللي أنت عايش فيه على طول. لا، هي رحلة، بس إزاي بقى نخلي الرحلة ديت رحلة ممتعة، رحلة فيها مرضات ربنا، ان احنا نرضي ربنا وان احنا نقرب له اكتر من خلال النجاحات، وان انت تبقى ذكي في انك تستغل الدنيا ديت في ان هي تجهزك للرحلة اللي هي النهائية، وان هي تدخل الجنة. يعني من الاخر نجاحك في الدنيا دوت، وانا هشرح لك طبعا الوسائل اللي تخلي بالك منها عشان تنجح ويبقى عندك مثلا فكر، او لو في هدف في حياتك ازاي توصل له وتحققه. فانت هتخلي نجاحك دوت وشغفك دوت بيوصلك للي انت عايزه في الدنيا، ولكن الوصول الأهم والهدف الأهم هو نجاحك في الآخر. فهمت. يعني الخلاصة الأولى هي إن احنا نشتغل ونجيب فلوس عشان نحقق أهداف أكبر في الجنة. صح كده، برافو عليك. طب ايه بقى الخلاصة التانية عشان خاطر أبقى زيك؟ أنا عايزك تبقى أحسن مني، أنا مش عايزك تبقى زيي، بالعكس أنا بقولك الكلام ده عشان أنا عايزك تبقى أحسن مني، لأنه أنا في سنك تعبت كتير عشان أعرف أفهمه وأوصل له. أنا يا سيدي بقولك إيه هي الخلاصة التانية، إن النجاح عمره ما كان بالحظ.